لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله احفظ الله تجده اتجاها. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إخواني الكرام، عندما ترى الإسلام محاصر من جميع الاتجاهات وتكال إليه التهم بأنه سبب الأزمات، ويأتي من يحاول الدفاع عنه بانهزامية وهوان فيستنسخ إسلاما سلس الأحكام ويناسب الزمان، وعندما ترى الكفر بانتفاشه الباطل والطغيان وترى المنافقون يكشرون عن أنياب البهتان، فتذكر عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا متخفيا مع صاحبه، ثم اختبأ مع صاحبه في غار لمدة 3 أيام، وكان الله تعالى يدبر الأمر له. ألا تنصروه فقد نصره الله. وبعد أقل من قرن كان الآذان يصدح من الأندلس إلى الهند، وراية التوحيد ترفرف في أراضي الصين وفرنسا، وهذا كله من تدبير الله عز وجل. فالدين ظاهر والحق على طريق النصر، ولكن ما هو دورك في أيام الصبر؟ هل أنت من أهل صور العصر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالثبات فإن الله يدبر الأمر. واشدد يديك بحبل الله فإنه الركن إن خانتك أركانه. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعت، لا ترى شيئا من أخ أو صاحب أرأيت ظلك في الظلام مشى معك. وارفع يداك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. يا أهلنا في غزة يا من تكابدون الآلام والأوجاع، لكم رب رحيم يدبر الأمر في كل الأوقات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فعن علي رضي الله عنه إن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزكاة. وعنه أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إن أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، إنه متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب جاز تقديم الزكاة. وبناء على ما سبق فإنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة وحاجة الناس، هناك أناس لا يملكون ثمن الدواء والغذاء وشحن الكهرباء، فيكون التعجيل في هذه الحالة هو الأفضل، وذلك لقضاء حوائج الناس. فنهيب بكم تعجيل دفع زكاة أموالكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا. اللهم ارحم شهداءهم. اللهم داو جرحاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا ومن والاها. اللهم عليك بإسرائيل ومن طبع معها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.